الكلمه الجميله جدا اللي حضرتك قلتها من شويه، ان الموضوع كله من فيجن كبيره. عشان كده انا ما ينفعش التغيير مش موقف. عشان كده المشروع القومي، انا اسف، دول كتير جدا عملت مشاريع قوميه بس ما حصلش تغيير. ليه؟ لان المشروع القومي كان خدمي مش جوه خطه اصلاحيه. فلازم المشروع ده يبقى ستيب جوه حاجه كبيره جدا. عشان كده انا بحترم جدا الكتاب بتاع الفريق الشاذلي اللي هو مذكرات حرب اكتوبر. وانا كنت قلت لحضرتك قبل كده انا كنت عامل فيجن اسمها كتبارة مصر، ان احنا نفكر بموضوع اكتوبر. احنا قلنا في الكام سنه الاخيره دي للاسف الناس كلها بتتكلم في جون مجدي عبد الغني في كاس العالم جزاه الله خيرا وحرب اكتوبر. دي الحاجتين اللي اغلب الناس بتتكلم فيهم، انجازات مصر، انجازات مصر في الحقبه دي. طيب الشاهد ان حرب اكتوبر انا اكتشفت لما قريت كتاب الفريق الشاذلي ان هو مشروع من ضمن 11 مشروع. يعني ال النتيجه الاخيره الجون اللي جه ده بعد 11 باص. ال 11 مشروع دول، وعلى فكره كذا واحد، يعني دي من الحاجات العجيبه جدا في مصر ان كذا واحد يجي يحقق فيجن واحده. وحضرتك اكيد لما قعدت مسؤولين كتير جدا يقول كل واحد يجي يهد اللي ايه؟ اللي عمله قبل كده. بينظر لسلبيات اللي اتعمل قبل من كده وما بيعرفش ازاي يبني عليه. لان هو ما استلمش فيجن كله متفق عليها. وعلى فكره انا ممكن الفيجن بتاعتي اللي يحطها التكنوقراط انا اجي انفذ. ما انا ممكن لا اجيد يعني بس أو انا مش لا السياسيين. بس انا لا اجيد. وعلى فكره دي بتنجي الدوله من مشكلات كتيره جدا. ان اللي يبقى حاطط الموضوع ده راجل بتاع قلم وورقه، راجل بتاع تخصص، مش راجل بتاع استقطابات ايديولوجيه. حزب في مواجهه حزب، فانا لازم الحزب الجديد يشيل اللي عمله الحزب القديم. اشكاليه. لكن ان الناس تحط حاجه واضحه. عشان كده انا بقول لحضرتك فاكر الصوره الثانيه انت طلبتها سمارت ثينكينج دي جهزوها. طيب خلاص اوكي احنا يعني لا هنستخدمها لسه مش دلوقتي. أوكي. لسه مش دلوقتي. فانا مقصدي في موضوع ان الجزء القاعده اللي اختم بيها عشان ننتقل بقى للمشروعات القوميه، ان خطوه مهما كانت ذكيه مش في وسط فيجن تخبط. وحلم كبير جدا لو ملوش خطوات ذكيه اجرائيه واضحه، انا اسف هو عبث. اقعد احلم بقى للصبح. فين الخطوات الاجرائيه اليوميه